زوجة ألفيس تخرج عن صمتها حول علاقتها الغرامية باللاعب المغربي أشرف حكيمي. جوانا سانز 29 عاماً، عارضة الأزياء إسبانية، وهي زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيس منذ سنة 2017 وأم لطفلين. سارعت جوانا سانز زوجة اللاعب البرازيلي داني ألفيس إلى الرد على الشائعات والمزاعم التي ربطها بنسج علاقة غرامية مع اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد سجن زوجها على خلفية شبهات اعتداءات جنسية. وتم نشر خبر وجود علاقة بين جوانا واللاعب الدولي المغربي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان من قبل الصحفية الإسبانية الشهيرة أليكسيا ريفاس، والتي قالت في أحد البرامج الإسبانية إنها التقت قبل فترة وجيزة بحكيمي الذي قامت بإرسال رسائل خاصة إليه عبر إنستغرام، وأنها زارته في فندقه في باريس مستغلة غياب زوجها بعد أن علمت انفصاله عن زوجته السابقة التونسية هبة عبوك بعد اتهامه في قضية الاغتصاب في ملهى في مدريد. من هي هبة عبوك؟ هبة أبو خريس بسليمان، المعروفة باسم هبة عبوك، هي ممثلة إسبانية من أصول تونسية وليبية، وعرفت بدور فاطمة في الفيلم التلفزيوني الأمير. بالإضافة إلى اللغة الإسبانية، تجيد كذلك اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية واللغة الإيطالية. وضحت أليكسيا أن حكيمي كان بصحبة جوانا، وأثارت هذه الإشاعات ضجة كبيرة، لأنه إذا كانت صحيحة فستضع جوانا في موقف معقد للغاية، وهذا راجع إلى سبب أوجه التشابه بين شريكها السابق داني ألفيس الذي اعتقل في برشلونة في 20 يناير الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي، وحكيمي الذي يتابع في حالة سراح في قضية اغتصابه فتاة في منزله. وقالت جوانا في تصريح لإحدى المجلات الإسبانية: أنا متزوجة من داني ألفيس منذ 5 سنوات، ولدي معه ابنتان رائعتان. وتابعت متحدثة عن اللاعب المغربي الذي تورط مؤخرا في أزمة كبيرة مع طليقته هبة عبوك: وأنا لا أعرف حكيمي شخصيا، ولم أتحدث معه أبدا، ولا أدري من يقف وراء هذه الحملة القذرة ضدي، ولكنني لن أسكت على هذه الإهانة. وردت جوانا على استفسارات متتبعيها على إنستغرام حول الموضوع بالقول: لا أفهم المرض الغامض الذي أصاب هذا البلد، يا لها من قلة احترام، إنهم يتخطون الحدود بشرهم المبتدع. أنا لا أعرفه، تقصد حكيمي، ولم أره قط في حياتي.